السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات، ورجعنا في فيديو جديد. روتين في المطبخ، في الاكل. روتين تحفيزي تهويري. انا حاسة ان احنا بنتهور. في بط يا جماعة، لا وكفتة كمان. لا ده انا بقيت من الاغنياء بقى كده على كده يعني. فربنا يستر يعني، وسامحوني كتير قوي على الفيديو ده. اول حاجة بقى هنسمي الله وندخل في الفيديو. اول حاجة عملنا الكفتة. طبعًا الطريقة اللي أنتم عارفينها أنا منزّلاها على القناة. لو أنتِ هتعمليها في البيت، حابة تعمليها عند الراجل هو مثلًا يفرمها لِك أو كده. هو بقى إيه، هتجيبي الشبت والثوم وبصلاية صغيّرة على الكيلو من الكفتة وكيلو إلا ربع من الرز، وشبت بقى وبقدونس وكزبرة والتوابل بتاعتِك، والرز تكوني ناقعاه قبلها بشوية ومصفياه، وهو هيفرمها لك بقى وشين عشان تبقى كفتة. صبعنا الكفتة وقليناها زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بصوا بقى، بصوا الدخان طالع منها ازاي مقرمشة بقى وجميلة. بصراحة كانت ريحتها حلوة قوي. آه و ودي بقى انا كنت عاملاها من بالليل علشان هصحى الصبح ان انا اطبخ، بما اننا احنا في موسم يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. عيد نبوي شريف. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بصوا بقى البطة، أنا اتهورت، لأ كده اتهورت. بصوا ما شاء الله الشوربة بتاعتها عاملة ازاي. يا دوبك حطيت بصلاية طماطماية. بس ما حطيتش حاجة أكتر من كده. الشوربة غليت، نزلت البطاية كانت صغنطوطة بس. طبعا يعني مفيش حد دلوقتي بيعمل بط، بس هي كانت صغنطوطة بس ايه، عاملة الشوربة اللي انتوا شايفينها دي كلها. بسم الله ما شاء الله، طعمها جميل جدا، والشوربة بتاعتها حلوة قوي لأنها متربية تربية بيتي. أما بالنسبة بقى للكفتة، بصراحة اللحمة رخصت شوية عندنا. اللحمة المفرومة وصلت ل170 جنيه، كانت ب225، فدلوقتي وصلت ل170، فكده كويس يعني شوية عن الأول وكده. تاني حاجة بقى، حلة فيها شوية زيت، نزلنا عليها بصلاية عشان هنعمل الطماطم بتاعة الكفتة. أول حاجة بقى احنا حطينا، هنحط الأول الملح وشوية كمون صغيرين على الشوربة، بتدي ريحة حلوة أوي للشوربة. الحلة اللي أنا هاسبِّك فيها الطماطم، أنا حطيت بصلاية صغنطوطة خالص. بس أنا بصراحة ما باعملش الكفتة ببصل خالص، لكن علشان أنا وأنا بافرمها كانت البصلاية صغيرة، فحبيت أعملها المرة دي بالبصل. بُصّوا بقى، دي العشق بقى، ديّة حاجة كده أنا عارفاها مؤخرًا. يعني بما إني أنا حبيتها أوي، 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 أوي يعني، فأكيد يعني إن شاء الله يعني معظم الناس هتحبها، لإن أنا ذواقة يعني من صغري. دي اسمها كوبيبة. دي اسمها كوبيبة غمراوي. اللي أنا عرفته إنها اسمها كوبيبة غمراوي. دي الكفتة، عجينة الكفتة بدل ما بتتقلي بتنزل في الشوربة على طول، وما بتفكش ولا أي حاجة. علشان في ناس برضو دخلت سألتني إن هي بتفك ولا لأ. أنا عاملة ليه شوية صغيرين كده عشان أنا الوحيدة اللي باكلها. يعني أنا ولادي ما يعرفوش يعني إيه دي، ولا ما يعرفوش الحاجات دي. حتى عند مامتي برضو هي عمرها ما عملتها ولا دقتها، ولا اخواتي برضو. فأنا لما جربتها أنا حبيتها. بما ان بقى شوربة البط، فقلت لا لازم اعمل لي شوية صغيرين. انا بعمل طبق كده عشان انا اللي باكله على قدي يعني. بصوا بقى، هي دخلت على سوا، هي بتاخد غلوتين ثلاثة وبتستوي على طول يعني، هي ما بتاخدش سوا خالص. مش قادرة اقول لكم بقى ريحتها عاملة ازاي. الشوربة بقى اللي نازلة منها دي، الله على شوية رز. مش عايزة اكل ولا لحمة ولا البطاية حتى الصغيرة اللي انا جايبها دي. انا مش عايزاه. هو شوية الكفتة اللي انا موريها لكم ديت بشوية الشوربة وشوية رز، ما شاء الله بتبقى طعمها جميل جدا. هنبدأ بقى نسوي الرز، وغسلناه كويس قوي قوي قوي. والرز دلوقتي فيه ب24 جنيه، يوصل ل30 جنيه. ده سعر كيلو رز عندنا. حطينا شوية زيت، وهبدأ ان انا ايه، اعمل رز حباية وحباية. ليه حباية وحباية؟ يعني ما تسألونيش، اكيد ما عنديش شعرية يعني عشان اعمل رز بشعرية. وبرضه انا بحب الرز الحباية والحباية، بيبقى له كده ريحة، بيبقى له ريحة زمان كده، بحس ان هو له ريحة زمان. اهم حاجه بقى وانتي بتعملي الرز حبايه وحبايه، لازم تتنيكي تقلبي قلبي 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 قلبي، علشان مفيش حاجه تحمر منك، عشان يبقى كله لون واحد يعني.
أنا باقول لِك قلّبي، 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 وأنا أصلًا يعني نسيته شوية فإيه، مش اتلسع لأ، بقى في كذا لون كده بقى بُصّوا شايفين 4 ألوان، أبيض، بُني، بيج كده، فيعني أنا ما باعملوش كده كمان، يعني أنا أمّا باخد بالي منه باخلّيه كلّه لون واحد كده، يبقى أبيض واللون اللي هو المتحمّر. هانزّل بقى الشوربة ما شاء الله، الشوربة جميلة أوي عاجباني، بُصّوا عاملة كده سمنة كده طبيعي، طبيعي، عشان كده أنا ما زوّدتش زيت للرز، عشان عارفة إن هي البطاية مع إنها صغيّرة، أنا بُصّوا طول الفيديو هاقول لكم إن هي صغيّرة، عشان أقسم بالله كانت صغيّرة خالص، وأول مرّة أعمل بطاية مرّة واحدة. أنا كنت يعني على طول باقسم بطاية، حتى الفرخة أنا باقسمها على مرّتين، لكن عشان دي كانت صغيّرة أوي، فإيه ما عرفتش إن أنا أقسمها وكده. صلصة الطماطم بقى حطينا عليها الملح، حباش دي يعني إيه، يعني بتبقى خلطة كده من عند العطار بقى بيحط لِك كمون، على فلفل أسمر، على توابل بقى كده إيه، فإحنا بنقول عليها حباش يعني وكده. بُصّوا الشوربة، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض! زوّدت بقى الطماطم عشان الطماطم اتسبِّكت، هازوّد بقى شوربة كده، وبعدين هاسيبها برضه تفضل تتسبِّك، تتسبِّك. زي ما أنا قُلت لكم برضه إن الكفتة أنا باعملها بفص توم، شوية زيت وفص توم وأنزّل الطماطم على طول، بس عشان أنا ما فرمتش بصلاية كبيرة مع الكفتة وأنا بافرمها، فعلشان كده أنا عملتها ببصلاية، بس بصلاية صغيرة خالص وبرضه نزّلتها بالثوم. بُصّوا ما شاء الله، بُصّوا يا جماعة مش بجد اللي ما جرّبش الكفتة كده لازم يجرّبها، لازم يجرّبها. في ناس على فكرة هتقرف منها وتقول إزاي يعني، بُصّوا مزيكا، تقول إزاي يعني بتاكل أكنها نيّة، هي مش نيّة خالص، هي بتبقى مستوية، أنتِ بتسوّيها في الشوربة، يعني بتبقي سلقاها بمعنى أصح، يعني بتبقى مسلوقة في الشوربة. الرز بقى ما شاء الله خلص، وما تقلّبوش الرز كتير، هو مرّة واحدة بس اللي تتقلّب من بعد ما يغلي وتوطّي عليه، فتقلّبيه مرّة واحدة، الطماطم بتتسبّك كده زي ما أنتم شايفين، وباوطّي عليها واسيبها، أنا باقول لكم يعني أنتم وطّوا عليها وسيبوها. أنا بقى دايمًا ما باوطّيش عليها بصراحة. هابدأ بقى إن أنا أنزّل الكفتة كده بعد ما الطماطم اتسبّكت، وخلاص يعني شوفوا الأكل خلص ما شاء الله، ولا أي حاجة خالص، و البطاية بقى حمّرتها، ما دخّلتهاش تحت الشواية المرّة دي، أنا حمّرتها في الزيت، والأكل كده ما شاء الله خلص، خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفي القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل إشعار مني بكل جديد بإذن الله، واستنوا الفيديوهات الجاية في روتينات، وباي باي.